السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا لي يا بنات بالشفاء العاجل، يعني عشان أنا تعبانة والله. النهاردة البنات عملوا حواوشي، وهم اللي صوروا طبعا وهم اللي عملوا. فارد تدعمونا باللايك والشير وكلمة حلوة والاشتراك في القناة وكومنت حلو للبنات، شجعون. عملنا الحواوشي يا بنات بكذا طريقة، والطريقة دي جديدة جدا وحصري. ان انا هكرمل البصل. جبت كده حبتين بصل حلوين، 3 بصلات او 4 على حسب الكمية اللي هتعمليها. شوحتهم كده، حطيت عليهم معلقة سكر صغيرة عشان تتكرمل. بعد كده جبت البصل وحطيته في الكبة مع فلفل الموجود عندك، فلفل الوان، فلفل سبايسي بارد المتاع عندك، وهتفرمهم. حطيت عليهم اللحمة، فرمتهم في الكبة، وهنزل بالتوابل. حطيت بهارات حواوشي وبابريكا وتوم باودر وملح وفلفل، ولو عندك بيكنج باودر تحطي معلقة. وبعد كده هنخلطهم في بعض عشان يتجانسوا كده مع بعض. وبعد كده هجيب فحماية هولعها، وتحطيها كده في ورق فويل او طبق صغير زي ما عندنا. الفويل لسه خلصان من عندي. وهتنزلي كده بمعلقة زيت على الفحماية، وهتسيبيها تقمريها كده بغطا بفويل المتاع عندك، بصينية زي ما انا كده كمرتها. وبعد كده هنجيب العيش بتاعنا اللي هو البلدي، ونفتحه كده من على جنب. وبعد كده نحشي اللحمة المفرومة. بجد الخلطة دي بنات جربوها والله العظيم تحفة. البصل المكرمل هو السر اللي مخليها حلو جدا جدا. الحواوشي طريقة جديدة وحصري. والله يعني انا اللي بعملها وكده، فالطريقة دي مش واخداها من حد، يعني انا اللي بخترعاها، فطلعت تحفة. يعني انا قلت للبنات اعملوا كده. وحطينا التوابل طبعا، يعني هي بصلة مكرملة وفلفل بس مش اكتر. ما بحطش بصل ولا ما بحطش قصدي خضرة، بقدونس ولا كزبرة ولا توم اللي هو الفريش، لان كده هتدخلنا على شكل الكفتة. هنبطط كده الرغيف، وبعد كده هندهن الزيت وش وظهر، وهنحطه في الفرن. وممكن يا ست الكل برضو تعمليه على الطاسة على البوتاجاز. انا عامله نص الكمية كده وكده بس ما تصورش. برضو البنات يعني مش خبرة في التصوير وكده، فيا دوب هما كده صوروا على قد ما قدروا. بعد ما خلصوا كده حطهم كده في الفرن، بولع الفرن فوق وتحت، وبرضو بقلبهم عشان يتحمص معانا ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة والطعم خطير جدا جدا. وجربوا بس البصلة المكرملة بتاعة الحواوشي، صدقيني هيطلع معاكي تحفة. ممكن تحطي برضو بعد ما تضربي الحاجات دي بصلة طماطمايه مبشورة. ممكن تقطعي كده طماطمايه صغيرة كده وتعجني العجينة مع بعض. برضو الطماطمايه تديها تسكيرة حلو. لو عجبكم الفيديو يا بنات حطوا له لايك وكومنت حلو ودعوة من قلبكم. ربنا يتم شفاي على خير عشان اقدر اقف في رمضان واعمل لكم وصفات حلوة كتيرة كتيرة. واكتبوا كومنت حلو البنات يشجعهم. من ساعة ما عملت العملية وبقوا يدخلوا في المطبخ، هم اللي بيعملوا الاكل. يعني ربنا يخليهم. وشكرا لكم حبايبي الحلوين، وشكرا على المتابعة.